هي ديال الذكريات ديالي القديمة في كشفية. كشفية أنا الحياة ديالي هي كلها كشفية، لا عندي فيها تجارب، لا في العمل ديالي الإداري اللي خدمت، بعد أولا بعدا في المدرسة، ثم في الإدارة لما خدمت. كانوا تيعجبو كيفاش هاد الشخص هذا هو دائما تيخدم ودائما تيجي قبل الوقت وبعد الوقت، وما تيطلبش سمو تعويضات ديال الايام اللي تعمل زايده في العمل ديالو. علاش؟ لان كانت واحد الشعبه قديمه تعرفها ديال التكوين، والتكوين ديال الكشفيه بالخصوص خاص بها. كان دائما مع لانه كشاف، تيقولوا لي عمل هذه لانه كشاف. نهار 28 جانفي 44 ماشي العجب كي جيت، كنا جمعونا داونا للحبس ديك الحركه الوطنيه. ديك الساعه اللي وقعت في السلا وفي الرباط وفي فاس في 44 مارس هذيك، لما مشيت للحبس رجعت كبران على 20 ديال المساجين. ما داوناش مع المساجين السياسيين، دارونا مع المساجين العاديين المطلقين. هذا هو المجرمين هذا هو. وصبت كيفاش بان عندي رئيس ديال الحبس، اختارني من بعض منهم ودارني رئيس على الفريق اللي تيمشي لريزيدانس كابرال كابورال دو كورفي في الحبس. بعد منها من بعد موظف دائما قلت لك تيقولوا معلوم هذا كشاف زعما الا عملها طبيعي، الا عمل ما خدم زايد ولا ما طلبش مقابل شي حاجه، يعني طبيعي كشاف. نقول لك الحسنيه، الناس يقولوا بانه هو من الحسنيه وتربى في جناح الحسنيه، يعني يقول غير الحسنيه هي الاحسن كاينه. لا، اللي سبقونا حنا كلهم، اللي سبقونا في الكشفيه كلهم الحسنيه، واللي كانوا في المقاومه في الاول كان كلهم من الحسنيه، واللي خداو من بعد وقاموا اللي خداو الامور من يد الفرنساويين تسيير البلاد، كثيرهم من الحسنيه. عدد كبير الناس اللي هما موظفين ووزراء كانوا في الحسنيه، الى لحد الان مازال كاينين، لحد الان مازال كاينين لحد الان. اما القضيه ديال الحسنيه خاصه، هي من الاول ديالها في المبدا ديالها هي حسنيه. عندها النقطه الاولى في المبدا ديالها هي التعامل مع جميع الافراد ديال الامه ديال المغرب، جميع الافراد ما كان، ماشي حيت هو من جمعيه اخرى وجاه يكون هو ضدها. عمر الحسني ما كان ضد، مره واحده وقع شي خلافات سوداء، ولكن عمره ما هو تيكون ضد كشاف اخو ثاني. بقى دائما ذاك المبدا ديال الكشاف اخر الكشاف. خاف نزيغ شويه. المناظره كان معنا فرنساويين، وبالخصوص الكاتب العام ديال الكشفيه، الكاتب العام الدولي الكشفيه هذا جاك موريو. نعطيك حاجه واحده نقول لك. كنا واحد النهار في 12 الليل خدامين تنهيئوا سمو هو تجمع، وصلني الفاكس ديالو تيقول لي فيها كذا 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 الى كذا. كيف كان جوا سمو قلبتها جاوبته على الظهر ديالها ورديتها تمايا، بمعنى طلبت 2 دقائق ورجعت 3 دقائق كانت الجواب وصل لسويسرا. جاوبني ديك الساعه هو ديك 5 دقائق من بعد، قال لي عمري في حياتي ما شفت بانه كتبت رساله وجاني الجواب ديالها 2 دقائق من بعد. هذه اول ماده. ثانيا هذيك كنت وقعت فيها تجربه صحيحه تماما، وهما الاخوان من الجمعيات الاخرى الكشفيه
حقيقة الله يعمر هذا كمان باغي يقدروا اللي يخدموا كمان. وكانت واحد اسمه هو الناس ما تشوفش واحد هاد الليل جوج الليل ثلاثة الصباح خدام ذاك مراكش كان عجيب كان عجيب. انا كنت معها ودخلت النهار الثاني لما جيت مشيت للاجتماع خصهم بداو الاجتماع في هاد المسألة هذه. واحد من الاخوان قال لي السي عبد العزيز من اليوم ما بقات حسنيه ما بداش يقول لي ما بقاش كذا ولا كذا، بدا من باب اخر قال لي ما بقات لا حسنيه ولا والو بقينا وحدين. قلت له انا الحسنيه كانت وغتبقى حتى الموت سبحان الله من بعد مني انا من دابا حياتي ما تفرحش بها. هذه كانت جوابي على الساعه لانه مازال ما فهمش اش واقع. ثم الحسنيه كانت دائما هي الوحده. حنا عمرنا ما كنا ضد الوحده. داير في المؤتمر ديالنا كانت القضيه ديال الوحده، ولكن الوحده ما تجيش وتنزل. الوحده ما تستبنيش على الرمل، خصها اساس صحيح. وهذا الشيء ديال الكشفيه ما فيهش تلاعب. وخصوص الحسنيه ما جاياش هي تطلب، وكان ما جاتش تقول انا باغي الوحده طبعا، ولكن جايبها في يديها، عندها في يديها ما تعطيه. عندها المركز ديالها كبير كمان باغي نبني، عندها المحل ديالها اللي موجود في المعموره ممتاز كمان باغي ما كاينش بحالو. عندها امور ديالها في اكادير، عندها الشيء اللي ما عندش اخرين. واخا عندك الشيء غادي نجيبوه كله ونعطوه ما غادي يمكنش. الاخرين جايين بيديهم خاويين، السلام عليكم غسل رجلك وادخل بها. لا ماشي ممكن، لابد من توقع شروط ديال الوحده. وحنا دائما كنا رجعنا للوحده، واخا هي تنقول لهم انا شنو هو ماشي ضدها، تنقول لك انا مع الوحده الا كانت عليها اسس مبنيه صحيحه، ما مبنيش على الخوه. ماشي بكل صراحه ماشي متفائل. دائما تقول لك علاش لانه مثلا غادي نرجعوا مثلا غادي نجلسوا عندنا من الاجتماعات بحال من المرخو ودوك الملفات وديك الكراج كله والليالي اللي دازت شهور وسنين وحنا خدامين نخبطوا في امور ونستوى هذا الموضوع هذا هو. ولكن ماشي هو هذاك. الناس اللي تجي خصها تكون عندها، الناس عندها النية بعد النية الحسنة، ماشي جايين غير هكاك عندهم الوحده وعندهم الوحده وصافي. هذا النيه الحسنه الوحده. على شنو باغيين؟ علاش باغيين الوحده؟ حنا مقتنعين بان يكون عند الوحده في صالح البلاد، في صالح الشباب المغربي، في الصالح ديالنا حنايا. عاد تقوى الصف ديالو وحتى مع السلطه غادي نكونوا صحاح. شنو السلطه كاع ما دات فينا الان في هذه السعدايه. شتي شوف حاجه تيستدعيو جميع الجمعيات كلهم وحنا ما تيدوهاش فينا. علاش؟ لانهم ولاو يحسبونا بحال والو. وكنا مجموعين وخويين وصحاح ديك الساعه هذيك عطونا محل المرتبه ديالنا. الجمعيه لا ما كاينش فيها الناس تتفهم انه المستقبل ديال البلاد، المستقبل ديال الشبان ديالنا بين يديهم هما، عمرها ما تكون مجمعيه كمان باغي. والكشافه هما سي كنقولها بالفرنساويه ومن بعد نترجمها بالعربيه. لا ديسيبلين دابور، وتعمل تقول شي حاجه عمل اللي بغيتي عملها، ولكن غتقول من بعد سي دابور لا ديسيبلين، بعد النظام والطاعه كلشي اولا بعدا عاد اجي نتفاهموا. لا ديسيبلين دابور هذه اللي هي كانت دائما في الروح الحسنيه، والناس ما تعرفهاش انه دايزه من تحت غير باش فهمتي خص تحس بها. شي محله
كنثق بها. الا ما كنسمح له هو يجي ولدي الكشاف ويتقدم حتى هو باش يكون رئيس ويجبد ما عنده ويعطيه هذا ما عنده وينجح فيها. الكشاف شخصيا عاد نقول واحد القضيه باش نبدا بعدها. عندي 84 سنه، دوزت 74 سنه في الكشفيه الى حد الان. 74 سنه 74 سنه تنتمنى على الله. انا عدد كبير من الشباب الان موجود باش حتى هو يكون عنده 70 سنه و 80 سنه في الكشفيه. ليش التجربه هي كاينه حاضره الان اللي تنقول انا وهما المسؤولين على الكشفيه ياخذوا عين الاعتبار ويهيئوا الباب الصغير اللي طالع. انا فرحان بزاف عاد لما شفت واحد الفرح ما نسميش، ولكن شفتو عاد تدعوني مشيت له وزرتو وشوف يعمل. خص بحال ديك الفروع هكاك تمشى. هذاك الفرح هذاك اللي تجمع هذاك الشباب ماشي صعيب عليه باش يعمل يقوم بواجبه الا عرف كيفاش يتصل مع ناس بحال هنا مثلا قدام. وهذا هو شي دواء باش يعاون هما يدخلوا معاه يعاونوا باش ما كان الانسان يعاون باش ما كان بقليل ولا بكثير. اما الشباب الصغير الحياه ديالو كلها اللي دوزتها لا في اللعب ولا في الضحك ولا كلها كشاف. وقلت الى ما نسيتش انه كانوا تيقولوا دائما وي هذا كشاف عليها عملها انه كشاف، عملها لانه كشاف. تنقول من بعض الاباء لما ذاك الشاب تيتزوج حتى هو تيعمل وليداتو اللي يعملش حاجه اخرى ما يطلقش ولده الا يطلقوه كشاف. يطلقوه كشاف لانه غيتهنى منه وغادي يخلي خويا يربيه له معاه، لانه هذاك الدري الصغير لما ينوض ما يتسناش النهار اللي يطيح الباب البواني دو بورت تزول، يتسنى يجي النجار يركبها، يجي هو باش يركبها وقت ما لانه كشاف. لانه غادي نقول له شي تهيئ الدروس ديالك، غادي نوض بلا ما يقولها للوليد ديالو لانه كشاف. لانه غادي يهيئ الامتحانات ديالو قبل ما يقول له هيئ الامتحانات ديالو لانه كشاف. غادي يقول له نوض يصلي، ما يقول له بلا نوض تصلي، لانه غادي يصلي بلا به بلا باه، غادي يصلي وخاطرو راسو بلاصتو حر لانه كشاف. غيتعامل مع الناس الحومه والحي لانه كشاف. هذا الوالدين يقلبوا على الكشفيه، فاما كان الكشفيه تلقوا ولادهم ويعاونوا الثقه ديالو في الكشفيه. وتنطلب انا من الجمعيات الكشفيه انه الافراد ديالها لا يكونوش دائما تيبكيو. لما القليل تيكون الكثير، ماشي لازم ضروري باش يكون كل شيء موجود، ولكن انا قلت لها تنكررها ونجددها، من القليل تيكون الكثير. عبد الكريم الفلوس. نعم الرجل الله يرحمه كشاف ديال الكلمه بمعنى كشاف معقول. عبد الغالي غاندي. غاندي الله يرحمه. على كشاف حتى لاخر نهار اللي مات هو كشاف. القائد عبد السلام بوغابه. معلوم الاستاذ بوغابه الله عمر هذا.
البلد